للنادي الاهلي هذا الموسم. ادي العرضيه من عبد الله والسوليه، ده سعد من جريته. سعد هو سعد غاب فغابت معاه الرأسيات الدفاعية المميزة، وعاد الوحش سعد سمير ليسجل هدفه الأول في هذا اللقاء وهدفه الرابع هذا الموسم. 28 سنة المدافع الدولي سعد سمير، سعد راموس للأهلاوية يسجل الهدف الرابع هذا الموسم. سجل في مرمى سموحة، وسجل في مرمى المصري، وسجل في مرمى الداخلية، ويسجل في توقيت قاتل بالنسبة لحسام البدري وبالنسبة أيضا لعماد النحاس. يا ولد على التيكوف، ولا أجدع مهاجم. لم يحضر جونيور أجايي، واختفى سليمان كولوبالي، اختفى نسر نيجيري، واختفى فيل إيفواري ليحضر فرعون مصري هو سعد الدين سمير أمام أعين حسام البدري، والتصفيق لحسام البدري دي مشكلة. عفروتو يلعب الضربة الحرة المباشرة، والشرقية عن استحقاق يعاقب الأهلي عن إهدار الفرص السهلة ويتعادل بهدف رأسية مين؟ لا مش المعتصم سالم. مين اللي جابها؟ مين اللي سجل؟ هنشوف مين اللي سجل. هدف التعادل للشرقية. مش ممكن فادي فريد، يا خبر على عماد النحاس، فادي فريد يحرم شريف إكرامي من الكلين شيت رقم 23 ويحرم النادي الأهلي من نقطتين لحد اللحظة. لكن فادي قطع قبل مين؟ أحمد فتحي اللي حط إيده في وسطه، ده ما نطش مع أحمد. وفادي فريد ينط فوق أحمد فتحي ويعمل تيكوف ويحط رأسية جميلة على يمين الحارس شريف إكرامي. الشرقية بالطاقم الأخضر زي ما قلت، الاتحاد سبب متاعب للأهلي بالطاقم الأخضر.